الأجواء المغربية يا خوتي، والأجواء التقليدية اللي عشناها مع قناة البهجة، واللي شفناها في الخطوبة ديال حمزة خو البهجة. شكون اللي فرحان الحمزة من قلبه؟ شكون اللي متشوق يعرف التسريبات ديال العرس؟ كيف ما احنا عارفين ان عائلة البهجة مشاو لمدينة أكادير، يعني داروا الخطبة، وكذلك عملوا العرس، يعني ما تعطلوش، عملوا كل شيء مع بعضياته دقة واحدة. وشنو هو السبب اللي خلاهم يعملوا هذا الشيء هذا؟ بزاف ديال الأسئلة اللي باغين تعرفوها، باغين تعرفوا كيف دازت الليلة الأسطورية ديال خو البهجة، وشنا هما المفاجآت اللي غادي يكونوا في هذا العرس هذا، اللي غادي يفقسوا العديان وغادي يطرطق ليهم المرارة. شكون اللي معروض وشكون اللي ما معروضش، هادشي كامل غادي نعرفوه في هذا الفيديو. ولكن قبل ما نبداو غادي نبدا بالتحيه. كيف نتوما الحبايب؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتوما كتشوفوا هذا الفيديو. وقبل ما نبداو ما تنسوش ديروا جيم والبارطاج لقناتي وقناتكم بنت الشماليه. شكرا للانضمام ديالكم للقناه، وشكرا للدعم والمسانده ليه خطيكم. ويلا نرجعوا للموضوع ديالنا اللي هو متعلق بالعرس الاسطوري اللي دار حمزه في مدينه اكادير. وصراحه احنا عارفين ان العائله ديال البهجه دائما كيقدموا داكشي في المستوى، وكيقدموا داكشي اللي كيعجب المتتبعين. وهادشي هذا يعني ماشي بالشهاده ديالي، وانما بالشهاده ديالكم. تبارك الله. شفنا الخطبه اللي دار، وشفنا داك التاويل، وداكشي كان رائع في المستوى. كانت العائله كامله فرحانه، كانت العائله كامله مجموعه. كان داك الشيء بسيط، ولكن كان عنده واحد المعنى اللي هو كبير وكبير بزاف. صراحة ما خلاو للعديان ما يقولوا، وما خلاو لهم ما يهضروا. شفنا واحد الحب اللي هو كبير بين العائلة. شفنا كل شي فرحان لحمزة، كل شي فرحان له من قلبه. لا الحاج ولا الخوت، ولا صراحة اللقطة اللي أثرت فيا بزاف هي اللقطة اللي حضن الأخت ديالو. ويعني هي كيف ما قالت في الفيديو، نهار ديال العرس ديالها يعني بكى عليها وقال لها ديني معاك. يعني شو سبحان الله، دار الزمان حتى كبر حمزة وشافته عريس. راه شوف اخوتي، والله العظيم يعني الاخت الكبيره في الدار كتكون عندها واحد العلاقه مع الخوت ديالها، وخصوصا اللي صغارين كتكون بواحد العلاقه اللي هي بمثابه الام ديالهم الثانيه. يعني شو سبحان الله، الاخت واحد النعمه اللي هي كبيره. سبحان الله الخوت كاملين، ولكن الخوت الكبيره دائما كتكون فيها واحد المحنه من الجهه ديال خوتها اللي هي زايده. وبالنسبة نعلاش قرروا أنهم يعملوا الخطوبة ويعملوا العرس يعني دقة واحدة، وما يعملوش واحد الفترة بيناتهم اللي هي طويلة. فهذا أكيد أحبابي بسبب البعد اللي كاين. يعني ما يمكن لهمش يجيو يديروا يعني الخطبة ويرجعوا في حالهم، عاود ما يدوزش بزاف ديال الوقت يرجعوا يعملوا العرس. فاتخذوا واحد القرار انهم يعملوا كل شيء دقه واحده، يعملوا الخطوبه وكذلك يعملوا العرس. وإحنا ما علينا خوتي وحبابي غير ندعيو معاهم بالتيسير، والله يكمل عليهم كل شيء بخير وعلى خير. وبالنسبه للعرس اخوتي خواتاتي اللي كيسقسي
كيف داز العرس اكيد غادي يكون داك الشيء في المستوى. واكيد غادي يشاركوا معنا جميع التفاصيل في الفيديوهات اللي غادي يحطوا معنا. غير ما تضيعوا حتى شي حاجه، وبقاو حاضيين فوقاش ينزلوا قناه البهجه شي فيديو ديال العرس. كيف ما قلت لكم هو واحد العرس اللي اسطوري. هاد الكلمه هذه ما كنعنيش بها انه غادي يكون شي عرس اللي خارق للعاده واللي زعما عمرنا ما شفناه، ولكن اخوتي وحبابي غيكون واحد العرس اللي هو مختلف في حال الاجواء اللي شفنا في الخطبه. واحد الاجواء اللي قلت لكم افتقدناها في هذا الوقت هذا. واحد الاجواء اللي هي بسيطه وفيها لمة العائله وفيها واحد الحب اللي هو كبير وفيها واحد الحشمه اللي صراحه ما بقتش في هذا الوقت هذا. وإحنا شفنا العروسه في الفيديو ديال الخطوبه، هي حشمانه وكت يعني مغطيه على وجهها. وحتى من الضفر يا خوتي ما عملاهمش، يعني العروسه واحد العروسه اللي هي طبيعيه، اللي في هذا الوقت هذا قلالو البنات في حاله. كنشوفوا البنات هذا الوقت هذا يعني ملصقين الضفار ملصقين الشفار، يعني ما كيكونوش على الطبيعه ديالهم، عكس هاد العروسه هذه. يعني واخا شفنا داك اللقطات اللي هما بساط، ولكن خدينا عليها واحد الفكره اللي مزيونه، واللي انها بنت يعني باقي فيها الحشمه وباقي فيها الحياه اللي ما بقاوش في هذا الوقت هذا. وشوفوا هاد القضيه هذه راه ما كنقولهاش انا من فراغ، راه كنقولها من خلال التعاليق اللي كيكتبوا عليها، والناس القراب الليله وجيرانها اللي كيشهدوا لها بانها واحد البنت اللي هي خلوقه وبنت اللي هي متربيه. والناس الله يعمرها دار، يعني قناه البهجه وبالخصوص حمزه عرف ما يختار. يعني الله يكمل عليهم بالخير والله يجيب لهم التيسير. هذا الشيء هذا اللي ندعو معهم، الله يتاويهم مع بعضياتهم. وكلمة أخيرة لهادوك الناس اللي كيبغيو يشوهوا السمعة هاد العائلة هادي، كنقول لكم لا عزاء للحاقدين، القافلة تسير والكلاب تنبح، وكل واحد يدخل سوق راسو.